الشهادة هي أعلى مراتب العطاء والتضحية والفداء، فالشهداء هم الشموع التي لا تنطفئ أبدا لتشق الطريق للأجيال القادمين إلى الحرية والكرامة والشموخ. بروسك أبو أمجد اللقب، عدنان الأحمد الاسم. الشهيد عدنان أبو أمجد ولد في مدينة منبج عام 1977 وترعرع فيها ودرس حتى الإعدادية، ومن ثم عمل في مجال الصيدلة. ومع بداية الأزمة السورية سيطرت الجماعات الإرهابية على مدينة منبج، حينها قرر عدنان أبو أمجد عدم الانخراط مع تلك الجماعات، وشكل مع رفيق دربه قوة حملت اسم كتائب شمس الشمال التي حاربت الجماعات الإرهابية. في الوقت الذي نكن فيه الاحترام والتقدير لصمودكم ومقاومتكم في وجه الإرهاب والإرهابيين، وعدم رضوخكم لإملاءاتهم ورفضكم لأن تكونوا أداة رخيصة بيد الظلاميين. من أجل هذا قمنا بتشكيل المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها. خاض نضاله في صفوف كتائب شمس الشمال فور تشكيلها في منطقة منبج، والتي كان يقودها الشهيد فيصل أبو ليلى. واتجه أبو أمجد بعدها إلى عفرين لمتابعة نضاله الثوري هناك، ليبتعد عن أهله ويخوض أشرس المعارك ضد مرتزقة القاعدة وتنظيم داعش الإرهابي جنبا إلى جنب مع وحدات حماية الشعب. كتائب شمس الشمال التي انضوت تحت مظلة قوات سوريا الديمقراطية، وكانت إحدى الأعمدة التي ترتكز عليها قسد في محاربة داعش. ويعد الشهيد أبو أمجد من أحد مؤسسي قوات سوريا الديمقراطية التي تأسست في 10 من تشرين الأول أكتوبر عام 2015. وخلال مسيرته النضالية الطويلة شارك في العديد من الحملات لطرد مرتزقة التنظيم، ومنها تحرير تل أبيض، صرين، كوباني، الشدادي والهوم، وأيضا حملة تحرير مدينة منبج، والتي كانت بقيادة مجلس منبج العسكري في منتصف عام 2016، فحمل على عاتقه قيادة الحملة بعد استشهاد رفيقه فيصل أبو ليلى، ليكمل حلمه وحلم جميع أبناء مدينة منبج في تحرير المدينة من دنس التنظيم المتطرف والوفاء بالعهد الذي أعطوه لشعب منبج. طبعا قواتنا الآن استطاعت السيطرة على مزارع الرسم الأخضر والبيزار، والآن قواتنا تسيطر على دوار الكتاب وحوالي الشرعية منبج مداخل منبج الغربية. طبعا هو في محاور ثانية قواتنا تتقدم الآن، لكن يوجد بطء في تقدم قواتنا بسبب وجود المدنيين واتخاذ داعش كدروع بشرية. معنويات قواتنا عالية جدا. الآن داعش يتخبط في هذه الفترة. مدينته التي كانت تنتظر وهو العالم بكل شبر فيه، كان القتال فيها بالنسبة له ملحمة ووفاء للعهد، فقاتل حتى النصر له ولرفيق دربه ولكافة مكونات مدينة منبج. لم يبخل أبو أمجد بعطائه حتى بعد تحرير مدينته، فأكمل مع رفاقه وشارك في حملة تحرير مدينة الرقة، وكان له ولرفاقه في قوات شمس الشمال دور كبير في قتال التنظيم في أزقة الرقة التي كان يتحصن بها، وقاتل أبو أمجد ببسالة حتى نال مرتبة الشهادة وهو يدافع عن عرضه وأهله. استشهد الرفيق عدنان أبو أمجد في 29 من شهر آب أغسطس عام 2017 أثناء تواجده في الخطوط الأمامية لحملة غضب الفرات، ليسطر اسمه بين أسماء الشهداء الذين قدموا دماءهم وأرواحهم من أجل حرية الشعب والوطن. وتكريما لمسيرته النضالية تم تسمية المرحلة النهائية من حملة غضب الفرات لتحرير الرقة باسم حملة الشهيد عدنان أبو أمجد، مما زاد من عزيمة المقاتلين لإكمال درب المناضل الشهيد أبو أمجد حتى تحررت الرقة، ليخلد التاريخ اسما في صفحاته محفورا في قلوب الملايين الذين دافع عنه.